بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اول حاجة نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا حبايب قلبي، لو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تنزلوا تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا دايما كل جديد. وما تنسوش دايما تحطوا لايك للفيديو. ويلا بينا نبدأ على بركة الله ونقول نشوف النهاردة الفيديو بتاعنا عن ايه. النهاردة ان شاء الله هنعمل شوية كده من القرص الطرية، قرص فلاحي من بتاعة الأفران. هنعملها بطريقة حلوة جدا هتعجبكم. يلا بينا نبدأ ونشوف التفاصيل اللي معانا ايه بالظبط. طبعا يا حبايب قلبي ما تنسوش مرة تانية تحطوا لايك للفيديو. يلا بينا نشوف. أول حاجة معانا المكونات بتاعتنا. اللي معايا هعمل 2 كيلو من الدقيق، ولو حابين طبعا نعمل كيلو هنقسم المقادير على 2. معايا أول حاجة كيس من اللبن البودرة، وكيس من الخميرة الفورية، وكمان كيس من البيكنج باودر. وممكن استبدله بكيك شيف. معايا هنا حوالي 4 معالق من السكر، لكل كيلو معلقتين. وكمان معايا هنا معلقة واحدة من السمسم، معلقة كبيرة، ومعلقة كبيرة من الشمر، ومعلقة صغيرة من الملح. طبعا السمسم والشمر دول اختياري، ممكن نستغنى عنهم. معايا هنا كوباية كبيرة من الزبدة البقري، دي زبدة بقري فلاحي. ممكن كمان نستخدم الزبدة الجاموسي. طبعا انا مالية الكوباية عشان فيها فراغات. معايا كمان كوباية من الزيت على السمنة، ودي سمنة فلاحي. طبعا لو حابين تستعملوها كلها نوع واحد مفيش مشكلة، ممكن تحطوا كوباية واحدة من الزبدة، أو الزبدة والسمنة على الزيت لكل كيلو بس. طبعا هنعجن العجينة بتاعتنا باللبن الرايب علشان تدي معانا طعم حلو جدا. زي ما انتم شايفين معايا ده اللبن بيقطع معايا، بحتفظ بيه في قلب الفريزر وبعجن بيه اي عجينة موجودة عندي. يا دوبك انا طلعته ودفيته بس. لازم اللبن بتاعنا يكون دافي. دي كده كل المكونات اللي معانا. يلا بينا بقى نشوف هنعمل القرص بتاعتنا ازاي. مهم جدا ندفي اللبن زي ما قلت لكم عشان تخمر العجينة معانا. وكمان معايا هنا دي قطعة كده من العجوة علشان نحشي بيها القرص. سيبها بس على جنب دلوقتي، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه حبايب قلبي هبتدي انزل بالمكونات الجافه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين السمسم والشمر، وكمان الملح، وده السكر. كل المكونات الجافه بتاعتنا هننزل بيها على الدقيق. هبتدي احط البيكنج باودر او الكيك شيف زي ما انتم حابين تستعملوا المتوفر عندكم، وكمان كيس من الخميره الفوريه، او ممكن نستبدلها بمعلقه واحده من الخميره الفوريه لو احنا عندنا بنستعمل الخميره السايبه. وطبعا كمان كيس من اللبن البودرة، وممكن كمان نستغنى عنه لو حابين، لان كده كده احنا هنعجنها بالرايب. طبعا لو مش متوافر عندنا كمان ممكن عندنا لبن سايب، البودرة سايب، هنحط عليه معلقتين بس كبار مليانين. وابتدي اخلط كل المكونات الجافة كده مع الدقيق لحد ما تمتزج معانا تماما. ابتدي بقى انزل عليها بالزبدة والزيت والسمنة بتاعتنا، او الزبدة والزيت يعني. وكمان كوباية الزبدة بتاعتنا. الزبدة دي يدوبك انا بس خرجتها فكت شوية صغيرين. ونبتدي بقى نقلب كويس قوي، ونخلط كده الزبدة مع الدقيق لحد ما يتحول معانا لشكل الرمل المبلول. ونحط معلقة كبيرة من الخل. الخل هنا بيعمل على رفع العجينة شوية، بيدي العجينة كأني مستعملة فيها محسن. ابتدي بقى اشيل المعلقه كده وابتدي ادعك كل الزبده في قلب الدقيق بايدي كده لحد ما يتحول معايا لرمله مبلوله كده بالشكل دوت، علشان العجينه تشرب كل كميه الزبده.
ننزل بقى بالحليب بتاعنا أو الرايب. مهم جدًا زي ما قُلت لكم نكون مدفيينه علشان يساعد معانا على تخمير العجينة بسرعة، ما تاخدش معانا وقت طويل في التخمير. أقلّبها بقى وابتدي أعجن فيها وأشوف طبعًا لو احتاجت معايا أي حاجة وأنا باعجنها زيادة أو كمية زيادة من بعد الكيلو بتاع الحليب، يعني كل كيلو هياخد معانا نُص كيلو من الرايب. هاعجن فيها بالشكل دوّة وألِم العجينة بتاعتي. مهم جدًا نعجن فيها كده لمدة 10 دقايق كده علشان العجينة تمتص كل المكونات اللي إحنا حطيناها، وزي ما أنتم شايفين ده شكل العجينة بتاعتي بعد ما عجنتها. وطبعًا وإحنا بنعجنها لو حسينا إن العجين بتاعنا محتاج أي حاجة ممكن نضيف عليها شوية صغيرين من المَيّة الدافية. أنا هنا العجينة الحمد لله ما احتاجتش معايا أي حاجة زي ما أنتم شايفين شكلها ما شاء الله. هابتدي بقى أسيبها كده. إحنا مش هنخمّر العجينة بتاعتنا ولا حاجة، إحنا يا دوبك بس هنسيبها تريّح لمدة 10 دقايق مكان العجن بتاع إيدينا والدعك فيها بالإيد بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. هاغطّي عليها وهاسيبها 10 دقايق تريّح ونرجع نشوف هنعمل إيه. أهو يا حبايب قلبي رجعت لكم تاني. زي ما أنتم شايفين العجينة أهي بعد ما سِبتها ريّحت شوية صغيرين مكان حركة إيدينا، بنبدأ نلمّها تاني. وهابتدي أقطّع منها كِوَر على طول بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. طبعًا الكورة بتاعة القرصة هتعملوها بالحجم اللي أنتم حابينه حسب ما أنتم حاجمين حجم القرصة. دي واحدة من الشَمَر أهو. طبعًا الشَمَر والسمسم اختياري زي ما قُلت لكم، لو حابين ما تضيفوهمش خالص ما فيش مشكلة، بس بيدّوا طعم حلو أوي للعجينة بتاعتنا. كوّر بقى كل الكمية بتاعتي، بنقطّعها على طول ما بنخمّرهاش، هنسيبها تخمر بعد ما نقطّعها طبعًا. نحاول طبعًا نضبط إيدينا علشان يكون حجم الكِوَر كلّها قد بعضها علشان تطلع القرص بتاعتنا حجمها زي بعض، زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. بابتدي طبعًا آجي على أول واحدة عملتها من الكِوَر وابتدي بقى أضغط عليها بكَفّة إيدي. أضغط عليها بكَفّة إيدي بالشكل دوّة علشان أفردها. وطبعًا بنراعي وإحنا بنفردها إن إحنا ما نفردهاش كتير أوي علشان هي هتخمر وهتزيد معانا. زي ما أنتم شايفين بالشكل ده بابتدي أفرد كل الكِوَر بتاعتي. ودي كده طبعًا القرص السادة ما فيهاش أي حاجة من جوّه. طبعًا هتكبر معانا لمّا تخمر. أهو بالشكل ده يا حبايب قلبي فردتها. وهابتدي أركنها على جنب زي ما أنتم شايفين، طبعًا افردوها بقى بالحجم اللي أنتم عايزينه. هنا هابتدي بقى العجوة بتاعتي طبعًا سِبتها لمّا فكِّت خالص، وهابتدي بقى يعني أعجنها كده بحتة من الزبدة، وابتدي أعملها كِوَر أو أبطّطها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. اللي أنتم حابين تعملوه فيها ما فيش مشكلة. أهو ممكن أفردها قطع صغيرة زي قطع العجين عادي. مهم جدًا طبعًا إن إحنا ندعك العجوة بالزبدة علشان ما تتحرقش مننا. ناخد كده كورة من العجوة ونبتدي نحطها جوه العجين لو إحنا عاملينها كِوَر ونضغط عليها نبططها. ولازم أغطي العجوة كويس جدًا علشان طبعًا ما تتحرقش مني في الفرن، ما نخليش العجوة باينة من جوه العجين. أو ممكن كمان إن أنا أفرد العجوة بالشكل ده زي قطعة العجين وابتدي أسحب العجين عليها من برّه، شايفين بالشكل ده بالضبط، علشان ألمّه على العجوة ما تكونش باينة معانا تمامًا. نديها ضغطة خفيفة بكفة الإيد ونحطها بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. ودي كده قرص محشية بالعجوة.
موضوع حلو جدا ويستاهل بصراحة، وريحة الخبيز في البيت حلوة جدا جدا. اعملوا الحاجة بايديكم، بصراحة اوفر كتير من الحاجات اللي احنا بنشتريها وكمان انضف. هبتدي بقى طبعا بالسكينة كده اعمل علامات صغيرة او فتحات في العجوة علشان كمان تبقى مميزة عن الشكل العادي السادة للقرص. وكمان الفتحات دي بتدي شكل حلو جدا والعجوة باينة من جواها. الصاج بتاعي انا ما دهنتوش اي حاجة، هي طبعا القرص فيها الزبدة بتاعتنا، مش محتاجين ان احنا ندهن الصاج اي حاجة. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، ما شاء الله شكل القرص بتاعتنا بعد ما عملتها زي ما انتم شايفين، ما شاء الله عملت كمية معايا حلوة جدا. وكمان هبتدي دلوقتي احشي زي ما انتم شايفين، بصوا السادة والعجوة. كمان هبتدي بقى احشي دلوقتي بحشوة جديدة كده ومختلفة شوية. دول عبارة عن معلقتين من السكر عليهم معلقة من القرفة، وهنعمل قرص طرية بالقرفة والسكر، جميلة جدا. جربوها هتعجبكم قوي قوي، طعمها ما شاء الله حلو جدا. ابتدي اقلب القرفة والسكر بالشكل دوت، وهبتدي اقفل المعلقة كده من الحشوة بتاعت القرفة والسكر جوه العجينة، ونبتدي نلم العجينة عليها كورة بالشكل ده ونبططها. جربوها بجد، حشوة مختلفة وطعمها حلو جدا جوه القرص. ببتدي اجيب طبق فيه مية او شوية من اللبن او الحليب، واحط القرصة فيه بالشكل ده علشان السمسم يمسك فيها. بس بصراحة الافضل ان انا استعمل البيض، ادهن بيه وش القرصة واحط عليها او احطها في السمسم بعد كده. هبتدي بقى اجيب الصينية وابتدي احط فيها القرص بتاعتنا بالقرفة والسكر. هعمل معاكم كمان واحدة زي ما انتم شايفين، معلقة كده من القرفة والسكر، ونبتدي نلم عليها العجينة. وطبعا ما بنخليهاش باينة علشان السكر لو باين من العجينة ممكن يتحرق مننا في الفرن، لازم نلم العجينة عليه حلو جدا. اهو بالشكل ده ببتدي اعوصها في المية او الحليب زي ما قلت لكم. شايفين شكلها ما شاء الله حلوة جدا. خلاص كده بعد ما خلصت بقى كل الحاجات بتاعتي والقرص السكر والقرفة كمان، هبتدي بقى اسيب العجينة بتاعتنا في مكان دافي علشان تخمر لمدة ساعتين. سيبها بقى زي ما قلت لكم ساعتين في مكان دافي علشان العجينة بتاعتنا تخمر. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله بدأ العجينة بدأت تخمر معايا اهي. مهم ان انا اغطيها او اسيبها حسب طبعا حالة الجو معانا بالشكل ده. وابتدي بعد ما تخمر العجينة معانا هوريها لكم ان شاء الله تاني. كده العجين بتاعنا ان شاء الله زي ما انتم شايفين خمر وعلي طبعا، زي ما انتم شايفين ما شاء الله. شايفين العجينة طبعا فرق كتير، وشايفين رفع قد ايه. كل ما خمر معانا العجين كل ما ادى معانا نتيجة حلوة جدا. هسوي بقى العجينة بتاعتنا ونشوفها مع بعض. بصوا بقى القرص طرية ما شاء الله بعد ما سويناها، جميلة جدا ما شاء الله وحلوة. زي ما انتم شايفين التسوية بتاعتها من تحت حلوة جدا ما شاء الله. وكمان اللي بالعجوة برضو سويتها وطرية وجميلة ما شاء الله. شايفين الشكل بتاعها يفتح النفس. اهم حاجة بقى ان احنا على طول مجرد ما تطلع معانا من الفرن ما نسيبهاش بره علشان نلمها على طول بالشكل ده. علشان تفضل طرية كمان لازم اغطي عليها بفوطة كده نضيفة ونسيبها شوية متغطية علشان تفضل القرص بتاعتنا طرية ومحتفظة بالطراوة بتاعتها وما تنشفش مننا. بس كده. كده بقى زي ما انتوا شايفين الجمال والعظمة بتاعتنا النهاردة، شوية قرص فلاحي طرية بقى وريحة البيت مفحفحة بالخبيث زي ما انتوا شايفين اللي بالسمسم. وكمان القرص السادة طرية وهشة. وكمان اللي بالعجوة.
اعملي بقى الحاجة كده في بيتك بايديكي واحساس حلو جدا. شايفين ما شاء الله عملت معايا كمية حلوة جدا من 2 كيلو من الدقيق. واملي بيتك بالخير. بصوا كمان، طبعا انا قطعتها من جوه بس طبعا مش مالكة امسكها حلو عشان الموبايل. فزي ما انتوا شايفين، بصوا طرية وهشة جدا ما شاء الله. شايفين طرية ازاي؟ مع كوباية كده بقى من الشاي، او حط على القرصة جبنة وكله حاجة كده. الله اكبر يعني. اتمنى بقى يا حبايب قلبي ان شاء الله لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.